السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جالكم فيديو جديد هقول لكم على تكات وحركات. طبعا احنا شايفين الكل الموجود عندنا في الطبق هنا بطاطس. طبعا كتير هيقول طيب وهي افتكاسة يعني بطاطس مقلية؟ لا، انا هقدم لك النهاردة خطوات وتكات وتركات هتطلع معاكي البطاطس بنكهة تانية، وهنعملها بطرق وبخطوات كده. تابع معايا الفيديو للاخر هتستفيدي منه بجد. لو عملتيها بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليها بيها. فهي اكلة بسيطة او حاجة مش مستاهلة، لكن التكات والتركات اللي هنعملها هي اللي هتفرق معانا كويس جدا جدا. يلا بينا نروح نجهز الحاجة بتاعتنا. اولا انا هجيب بطاطس على حسب الكمية بقى اللي انت هتعمليها ايا كان بقى. ممكن هتكون عاملة جنبها رز، عاملة جنبها او عاملاها لفطار، عاملاها العشاء. فانا جبت البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده في الطبق اللي عندنا ده. جبت الكمية المناسبة لعدد افراد اسرتي، فكل واحد بيعمل يعني في حاجات كده او اكلات ما او او يعتبر اغلبيه او كل الاكلات ما بنعرفش ان احنا نحدد فيها كميه معينه، لانه كل بيت بيختلف عن التاني. كل واحده بتعمل على حسب عدد افراد اسرتها، 2 3 4 5، وعلى حسب كمان ما الاكله دي هل عندي اولادي وعيلتي بيحبوها ولا بيحبوهاش. فانا بعمل الكميه على حسب النقطتين دول اللي بيفرقوا عدد افراد الاسره، والحاجه اللي انت هتعمليها دي هل بياكلوا فيها وبيحبوها. فبكتر لو ان هم مش فيها قوي او مش بيحبوها قوي، فما بعملش كميه عشان في الاخر ما تترماش. وخصوصا احنا في ايام صعبه يا بنات، الحاجه فيها يعني غاليه، فبقدر الامكان احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه تكون على قدنا، ما يفوتش منها حاجه وما يترماش منها حاجه، عشان يعني حرام نكون جايبين الحاجة كده بالغلا يتهدر منها او يترمى منها. طبعا قشرت البطاطس زي ما انتم شايفين كده يا بنات، وبدأت ان انا اقطعها صوابع بالطريقة العادية خالص اللي احنا بنعملها. اعملي بقى صوابع زي ما انت عايزاها محملة عن كده او تخينة عن كده، تمام. عايزاها رفيعة عن كده، تمام. بس حاولي ان هي ما تكونش رفيعة قوي. رفيعة قوي هتبقى ناشفة معاكي. دي بتبقى يعني ايه لناس في ناس بتبقى حابينها اللي هي رفيعه قوي قوي دي، وبيقولك احنا بنعملها يعني ايه بتبقى كده يعني شبه الشيبسي او ناشفه. انا هنا طبعا عملت ايه، رحت غسلتها وحطيت بقى في الكاتل عندك او في حل على النار. هتحطي ميه، عايزه الميه دي زي ما انتم شايفين كده تكون بتغلي، تمام. انا مش هضيف اي اضافات ولا ملح ولا اي حاجه خالص غير الميه اللي انتوا شايفينها ان هي بتغلي دي، وتكون مغطيه البطاطس بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده هحط عليها طبق زي ما انتوا شايفين كده واغطيها عشان البخار يفضل جوه في البطاطس. هسيبها حوالي من 3 ل5 دقايق. بعد كده هاخدها واصفي من عليها الميه السخنه دي وهجيبها. بس دي اول حاجه هنعملها، ده اول تركه عندنا. التركه التانية ان انا لازم اصدمها بميه ساقعه. الميه اللي جبتها دي بقى ميه ساقعه، ميه ساقعه من التلاجة، ميه من الحنفيه، وحط عليها قطعتين من التلج فتسقع الميه معاكي قوي. انا عايزه ميه ساقعه جدا عشان اخدها في صدمه من الميه السخنه للميه الساقعه. وهنا كمان هنقول بقى على شويه حاجات لازم نعملهم. انا هنا حطيت معلقتين من الخل، معلقتين من الزيت، رشة ملح، شوية فلفل اسمر، شوية بابريكا، وشوية زعتر، ولو حابة تحطي عصرة ليمونة تبقى حلوة قوي، وشوية كمون. وحقيقي بقى انا حبيت اضيف كده، ودي تركة من عندي ان انا اضفت يعني شوية صغيرين من البابريكا المدخنة. هقلب كله مع بعضه. شايفين بقى الخلطة دي عاملة ازاي؟ انا حسيت هنا ان البابريكا يا بنات قليلة، فعشان كده هحط كمان شوية، عشان انا عايزة المية دي تكون حمرا، عشان وانا بقلي البطاطس البابريكا او الحمار اللي في البطاطس ده بتحسي ان هي مقلية وفيها اللون شوية.
ممكن نقلل المية، او يستحسن ان احنا نقلل المية شوية عن كده عشان تبقى البهارات دي مختلطة او ماسكة في البطاطساية. فمش لازم المية تكون مغطية البطاطس زي ما انا عاملة، انت ممكن تقللي المية. وممكن كمان نعمل حاجة تانية، ان احنا نحطها في مية ساقعة تاخد الصدمة بتاعتها، وبعد ما تاخد الصدمة بتاعتها ننتشلها او نصفي المية من عليها ونحط البهارات دي ونقلبها كده في البهارات ونسيبها جنبنا حوالي نص ساعة بقى في البهارات بتاعتها، ربع ساعة 10 دقايق على حسب الوقت اللي موجود قدامك. بس هي كده كده هتكون متنكهة بالبهارات وتكون البهارات دي لازقة عليها، فبتديلها طعمها حلوة جدا جدا. فالافضل كمان مش اننا نحط المية في البهارات في كله، لا ده انا عشان احصل بقى على افضل نتيجة والاقي البهارات دي موجودة في البطاطساية بعد ما تتقلى، نصدمها بالمية الساقعة وبعد كده نصفي وبعد كده نحط البهارات بتاعتنا، هيكون افضل يعني بكتير. طبعا انا هنا جبت زيت زي ما انتم شايفين اهو على النار، وهستنى بس شوية لما الزيت بتاعي يسخن عشان البطاطس تنزل على الزيت السخن. وليه بقى ننزلها على الزيت السخن؟ هقولك انا بقى يا حبيبة قلبي، البطاطس لو حطيتيها اول ما تحط الزيت على النار في زيت بارد بتشرب اكبر كمية ممكنة من الزيت، وده احنا مش حابينه ومش عايزينه. انما لما بتنزليها على زيت سخن بتاخد صدمة كده، فما بتتشربش زيت كتير. فعشان كده دايما بنقول البطاطس لما تيجي تحمريها، سواء بطاطس صوابع سواء شيبسي، تكون في زيت الى حد ما غزير وتكون زيت سخن. طبعا انا هسيبها بقى هنا الطريقه العاديه خالص اللي احنا بنقلي بيها البطاطس اللي كل بنوتاتنا وامهاتنا عارفينها. هسيبها كده بس لما تاخد لون هبدا ان انا اقلبها، ودرجه اللون بتاعتها اللي انت عايزاها، حباها فاتحه حباها غامقه شويه زي ما انت حابه. اول حاجه بقى هجيب طبق عندي او بوله وهحط فيها مناديل مطبخ عشان تصفي اي زيوت من عليها. احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل اكلات ما يكونش فيها زيوت كتير، ولو مستخدمين الزيت فاحنا بنحاول ان احنا نحط ورق مطبخ او مناديل مطبخ عشان تمتص الزيوت. فده اللي انا عملته، حطيت المناديل وحطيت طلعت عليها البطاطس لغاية ما نزلت الزيت بتاعها والمناديل شربت الزيت. بعد كده نقلتها في طبق تاني بقى اللي هقدم فيه. فيديو سهل وسريع ولكن تركات بسيطة كده هتفرق معانا في الطعم وفي النكهة. اتمنى تجربوها وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعليق وكمان لايك للفيديو.